بصي يا قمر انت وهي، دي سفرتنا وده كان غدانا النهارده، عبارة عن بسلة باللحمة ورز وسلطة بنجر وسلطة خضراء وشوربة لسان العصفور. طيب انت لو حبيتي تعملي سفرة زي دي بسيطة وجميلة كده، تعملي ازاي البسلة؟ ممكن يكون حضرتك لسه متزوجة حديثا، والبسلة يعني ممكن تكوني ممكن تعمليها، بس هي ليها تكات بتخليها جميلة وبتخليها ليها طعم وريحة. ما هو ممكن كل الناس تحط الخضار على الطماطم على البصل وتحطها على النار، بس في تكات كده بسيطة بتخلي أكلك مميز وبتخلي أكلك له ريحة حلوة وطعم ومذاق. تعالي معايا بقى أقولك هنعمل ايه. نجيب حلة نحط فيها سمنة ونحط بصلاية مفرومة، عايزة تنعميها أكتر من كده نعميها. حطي شوية فلفل أسود وملح وبابريكا وقلبي الحاجات دي، بتدي طعم حلو قوي للبصلة وهي بتتحمر. حطي البسلة على البصلة وحطي كوباية مية ومكعب مرق الدجاج وقلبي. اول ما البسله تحسي ان هي دخلت في السوا، حطي الطماطم المعصوره المتصفيه زي ما انت شايفه كده. بعد كده سيبيها تغلي على النار مع بعضها ومع اللحمه لغايه ما تحسي ان هي خلاص كده تمام. هاتي بقى 5 فصوص توم كبار، دقيهم مع ربع معلقة فلفل اسود وحطيها على البسلة وقلبيها كويس قوي، ودقيقتين بالظبط تاخد غلوة كمان، وتفي النار وشمي احلى ريحة بسلة واطعم بسلة ممكن تعمليها. الناس من تحت جيرانك هيقولوا لك ايه الريحة الجميلة اللي طالعة من عندك من الشقة دي، وده بسر التوم اللي حطيناه مع البسلة قبل ما نطفي عليها. البسلة جميلة ومن الخضروات المغذية جدا. اعملي كل الخضار في البيت. نعم وعودي ولادك الصغيرين على أكل الخضار، لأن ده مهم جدا. لأن الأطفال دلوقتي متعلقين قوي بالأكلات الجانك فود، الهامبرجر، الحاجات دي، ودي طبعا ما فيهاش غذاء زي معلقتين خضار، بسلة، كوسة. الخضار مفيد جدا للأطفال. لو وصلتي معايا لغاية هنا في الفيديو ما تنسيش إعادة نشر للفيديو ولايك واشتراك في القناة لو حضرتك مش مشتركة. لازم تقدمي لأولادك الخضار حتى ولو مرتين في الأسبوع، لأن الخضار طبعا هم محتاجينه بالعناصر الغذائية الموجودة فيه. أتمنى تكون البسلة عجبتكم، وأتمنى كل الستات الشاطرات الأمارات يعملوا خضار في البيت كتير. بلاش المقليات، تكون أكتر من الخضروات. الخضار من الأكلات الجميلة المهمة قوي، واللي بتحتوي على العناصر الغذائية اللي احنا كلنا كبار وصغيرين محتاجينها. بصوا جمال البسلة. موسم البسلة الأيام ديت، اللي يقدر بقى يجيب بسلة ويخزنها بتبقى طبعا في أوقات تكون بقى البسلة مش موجودة، تطلعي كده تعملي طبخة بتبقى لذيذة وشهية جدا.